إلا كنتي كتفكر تبدا المشروع ديالك في المغرب، واحد من القرارات المهمة هو اختيار الشكل القانوني المناسب للمقاولة ديالك. واش غادي تختار تكون شخص ذاتي أو شخص معنوي؟ واش غتختار نظام المقاول الذاتي ولا شركة ذات مسؤولية محدودة؟ اليوم غادي نشرح لكم الأنواع المختلفة ديال الشركات اللي كاينة في المغرب، شنو الفرق بيناتهم، وكيفاش تختار النظام اللي يناسبك بناء على احتياجات المشروع ديالك، وكذلك على القدرة ديالك في تحمل المخاطر. أولا غادي نشوفوا شنو الفرق بين النظام المقاول الذاتي والشخص المعنوي كذلك. فأول حاجة خاصك تعرفها هي الفرق بين الشخص الذاتي والشخص المعنوي. هذه النقطة أساسية لأنها هي اللي غتحدد المسؤولية المالية والقانونية ديالك. الشخص الذاتي هو اللي كيأسس المشروع بالاسم الشخصي ديالو، يعني إلا وقعت مشاكل مالية ولا ديون الشخص كيتحمل المسؤولية كاملة، حتى الممتلكات الشخصية ديالو يمكن تتعرض للخطر باش تسدد الالتزامات المقاولة. أما الشخص المعنوي فهو شركة مستقلة قانونيا على الشخص اللي كيأسسها، يعني المسؤولية هنا كتكون محدودة غير في الإطار ديال الشركة، والممتلكات الشخصية ديالك كتكون محمية. فهذا النوع كيوفر لك واحد الحماية قانونية كبر، خصوصا إلا كنتي كتعامل في مشاريع كبيرة أو لا كتخدم مع شركات أخرى. نقدر نعطيك شي نصيحة عملية إذا كنتي خايف من المخاطر المالية الكبيرة، فالشخص المعنوي كيكون الحل المناسب ليك، لأنه كيوفر لك حماية للممتلكات الشخصية ديالك، ولكن رد بالك لأن كاين بعض المرات شي استثناءات. ملي كتبغي تاخذ شي قرض مثلا باسم الشركة، البنكة يمكن تزيد شي وثيقة واحدة أخرى إضافية كتوقع عليها، واللي فيها كتجعلك أنك تضمن الشركة حتى بالممتلكات ديالك. فهنا خاص في التسيير ديما تقرا العقود والبنود ديال أي التزام كديرو، إما بصفتك مسير سيتادير جيرو، أو لا بصفتك أسوسي ديال الشركة بالنسبة لصار، أو لا أكسيونير بالنسبة للإس أ سوسيتي أنون. نظام المقاول الذاتي هو واحد الحل سريع وبسيط في الإجراءات ديالو باش تبدا المشروع ديالك. إلا كان عندك مشروع صغير في المغرب، إلا كنتي كتخدم بوحدك وكتخطط لمشروع بحال باغ اكزومبل التجارة الإلكترونية ولا الخدمات أو حتى كاع الحرف اليدوية، فهاد النظام كيوفر لك بزاف ديال الامتيازات، ولكن راه كاين غير واحد المهن محددة اللي يمكن تشتغل بها في هذا النظام. غتلقى هاد اللائحة في أول تعليق. إذا ندوزو للامتيازات، فالامتيازات هي أنها إجراءات بسيطة، يمكن لك دير كل شيء أونلاين في بضع دقائق عبر الموقع الرسمي ديال المقاول الذاتي اللي هو ae.gov.ma. والامتياز الثاني هو يمكن لك تشتغل غير من الدار من المنزل ديالك، ما كتحتاج محل مهني باش تبدا، تقدر تخدم غير من الدار. الامتياز الثالث هو ضرائب منخفضة جدا، فمثلا 0.5% فقط من رقم المعاملات، يعني شيخ دافع بالنسبة للأنشطة التجارية الصناعية أو الحرفية، و1% بالنسبة للخدمات لي سيرفيس. امتياز آخر ما يمكنش أنك تبقى دير البيلون وداكشي، ما كاينش المحاسبة معقدة، يعني ما كتحتاج تحضر الميزانية ولا تقدم الحسابات ديالك للإدارات الضريبية. الفاكتوراسيون، تقدر تصدر فواتير بشكل يومي بشكل قانوني للزبائن ديالك، وهذا الشيء غيخليك تخدم مع الشركات والمقاولات وحتى في الصفقات العمومية، وعندك إعفاء إلا ما كانش عندك دخل، يعني إلا ما خدمتيش وما درتيش رقم معاملات ما غاديش تخلص ضريبة على الدخل، ولكن ضروري دير التصريح السنوي ديالك. إذا غندوزو للشركات ذات مسؤولية محدودة الصار، فهاد النوع ديال الشركات هو الحل الأنسب إلا كنتي غادي تأسس مشروع متوسط الحجم أو إلا كنتي باغي تشارك مع شي واحد آخر. فالمسؤولية المالية ديال هاد النوع الشركات كتكون محدودة فقط في الحصة اللي عندك في الشركة. غندوزو لصار AE، شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد،
يعني انت بوحدك اللي كتكون في الشركه. فهذا النوع غادي تكون انت المالك الوحيد للشركه وانت المسؤول على التسيير ديالها، ولكن تحت الحمايه القانونيه اللي كتوفرها شركه ذات مسؤوليه محدوده. تكلفة الإنشاء، رأس المال الأدنى هو 10,000 درهم مينيموم، ولكن مصاريف إنشاء الشركة كتكون ما بين تقريبا 3000 و 5000 درهم، على حساب واش غدير الإجراءات راسك ولا كان عندك خبرة في المجال، ولا غادي تكلف مهني بحال المحاسب مثلا كونطابل اللي هو اللي غادي يدير لك هاد الإجراءات. كاين هناك تكاليف سنوية كذلك كتشمل المحاسبة، التصريح الضريبي والاجتماعي وإعداد الحسابات السنوية. نقدر نعطيك نصيحة عملية، فصار يعني شركة ذات مسؤولية محدودة كتتيح لك حرية في التسيير بشكل أكبر، ولكن خاص تكون مستعد لتحمل تكاليف الإنشاء والمصاريف القانونية السنوية. رابعا، الشركة المساهمة سوسيتي انونيم. بالنسبة للمشاريع الكبيرة اللي كتحتاج راس مال كبير وعدد كبير من الشركاء، فالشركة المساهمة سوسيتي انونيم هي الاختيار الأنسب. فهذا النوع من الشركات كيطلب إجراءات قانونية ومحاسباتية معقدة، ولكن كيعطيك فرص كبر في السوق. بالنسبة لرأس المال، فرأس المال المينيموم هو 300,000 درهم إذا كانت الشركة غير مدرجة في البورصة، ولكن إذا كانت الشركة كدير نداء عالمي للاكتتاب فرأس المال كيطلع على 3 مليون درهم. أما بالنسبة لقيمة السهم فما خاصش يكون قل من 100 درهم باغ أكسيون. دونك الاكتتاب كاين واحد الشرط أن الأسهم في النقد خاصها تكون مكتتبة على الأقل بربع القيمة ديالها في البداية. أما بالنسبة للتأسيس خاص رأس المال يكون مدفوع بالكامل عند التأسيس، والأصول غير النقدية خاصها تكون مقيمة عند مفوض حسابات يعني كوميسير أو كونت. تكاليف المصاريف الإدارية توصل ل 15,000 درهم أو أكثر سنويا، بالإضافة للتكاليف المحاسباتية المستمرة. نصيحة عملية، الشركة المساهمة كتكون مفيدة إلا كنتي باغي تجيب مستثمرين كبار وتوسع المشروع ديالك على نطاق واسع، ولكن خاصك تكون مستعد لتحمل التكاليف الكبيرة. إذا غادي ندوزو للنقطة الخامسة، هي كيفاش تختار الشكل القانوني المناسب. دابا كيفاش تختار بين هاد الأنواع؟ الاختيار كيعتمد على حجم المشروع ديالك، طبيعة النشاط والإمكانيات المالية ديالك. فإذا كان المشروع ديالك صغير وباغي تبدا بسرعة ولا مصاريف كبيرة، فاختار المقاول الذاتي هو الحل المناسب ليك. إذا كان عندك شريك أو المشروع ديالك متوسط وكتحتاج حماية قانونية، فسار أو سار غادي تعطيك المرونة المطلوبة. أما إذا كنتي كتخطط لمشروع كبير وكتحتاج مستثمرين وباغي توسع بشكل كبير، الشركة المساهمة SA هي الحل، ولكن غادي تكون المصاريف والالتزامات كبر. في الختام، اختيار الشكل القانوني للمقاولة ديالك خطوة مهمة بزاف باش تضمن نجاح المشروع. كل نوع عنده المزايا ديالو والتكاليف الخاصة ديالو، وخاصك تختار بناء على احتياجات المشروع ديالك. ما تنساش دير ابوني للقناة باش توصلك الفيديوهات الجاية اللي غادي نشرح فيها خطوة بخطوة كيفاش تأسس الشركة ديالك في المغرب بطريقة قانونية وفعالة، كيفاش تسيرها وكيفاش تبيعها واشياء اخرى. المهم الى عندك شي سؤال خليه لي في التعليق وغادي نجاوب عليه. شكرا بزاف على المتابعة، نتلاقاو في الفيديوهات الجاية.